ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من مسلسل الميراث، الحلقة 206، بحيث تبدأ الحلقة عندما عادت سحر للمنزل، وكانت خديجة تنتظرها على أحجمر، وعادت بوضع صعب، فقد كانت بحالة صدمة. وسألتها خديجة عن مكانها، فردت أنها كانت مع طلال. وتنصدم خديجة أيضا مما سمعت، وتخبرها سحر بكافة التفاصيل، ويجنون خديجة كيف سحر سوف تدمر حياتها من أجل طلال، وكيف أنها رضيت بالزواج السري، ولو أن طلال لم يتركها الآن لكانت نفذت ما كان يخططان له. وتقول لها أنها ممنوعة من الخروج من المنزل بالوقت الحالي حتى تتأكد أن طلال قد سر. يوسف عند قراءته لعقد المزرعة حصل عليه من جويرية، حيث أن زوجته هيفاء كانت قد أخذت المزرعة حتى تسكت عن موضوعه، وسيتفاجأ من وجود اسم إبراهيم في العقد، أي أن المزرعة في يوم من الأيام ملك إبراهيم. ذهبوا ليسأله ويستفهم عن الموضوع. بينما كانت تتمرن أتتها رسالة من أديب يخبرها فيها أنه يعلم ما حدث بينها وبين رانيا، فردت عليه: يا أخي، كيف ممكن أن أرتاح منك؟ فرد عليها أنه رانيا، فقال: لا يهمني، أنت حر، فافعل ما شئت. وقال لها أديب أنه مستحيل أن يسمح لأحد أن يؤذيها أو يتكلم عليها وهو صامت. وقالت هبة: أنت ماذا تريد مني؟ واطلع من حياتي. زيد يقابل ياسمين ليفهم علاقتها بعهود وما الذي تفعله عندها بالبيت، فتخبره ياسمين أنها صديقتها وتقيم بالفندق، ولا مشكلة أن تحضرها كي تقيم عندها بدل الفنادق، وبالوقت ذلك تسليها بدلا من أن تعيش وحدها بالمنزل. وتسأله ياسمين كيف عرف بالأمر، فيرد: أنا أعلم بالأمور بطريقتي الخاصة، ولا شيء يخفى عني أبدا. فتضحك ياسمين وتقول له: هل لهذا الأمر أحضرتني؟ فيقول لها: لأنه من الممكن أن تقيم عهود التي تحسب على عائلة البهيتاني في بيت ماجد الخطوان. الحجة مزنة تقوم بعمل زيارة إلى جويرية، فتسألها جويرية من هي، فلم تتعرف عليها، وقالت لها الحجة مزنة: أنا أم ماجد الخطوان، زوجة الرجال اللي ذبحته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.